وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
أخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين أددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما
مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن حي على الصلاة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, mohon maaf atas keterlambatan ini, dan ya qadarullah wa masyafa'al. Memanfaatkan waktu yang singkat ini antara adzan dan iqamah, kita akan membaca sedikit lanjutan hadis-hadis dari kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dalam bab tentang lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan dibacakan. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyatu lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-haditsu at-tasi wa sittuna ba'da mi'ah. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. Ya, hadis yang ke-169, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memasakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran, di satu periuk. Wa qad kana yu'jibuhu zira', dan beliau suka daging, itu bagian zira'nya, ya, bagian lengan atau kaki depan dari hewan, ya, kambing atau semacamnya. Fanawaltuhu az-zira', maka saya berikan kepada beliau bagian lengan tersebut. Sumaqal, kemudian beliau mengatakan, nawilni zira', berikanlah kepada saya lagi az-zira'. Fanawaltuhu, maka saya berikan lagi. Sumaqal, kemudian beliau mengatakan lagi, nawilni zira', berikan lagi kepada saya az-zira'. Ini kali ketiga sudah, ya. Faqultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kam lisyati min dhira', berapa sebenarnya lengannya, bagian lengannya dari kambing itu, berapa zira'nya? Ya kan dua sebenarnya, ya, tapi ini sudah dua kali sudah dikasih, masih minta lagi. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Lau sakatta, seandainya kamu diam saja, tidak bertanya, lana waltani azira' ma da'autuhu, ma da'autu, tentu engkau bisa memberikan kepada saya azira' selama saya memintanya. Ya. Hadis ini jemaah sekalian sebenarnya ada kelemahannya dari sisi sanad. Kalau kita perhatikan tadi sanad yang lengkap yang dibacakan, ada seorang rawi yang namanya Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab ini dikenal sebagai seorang yang lemah, namun kelemahannya masih bisa ditutupi kalau memiliki beberapa syawahid, ya, beberapa dalil-dalil atau riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini memiliki beberapa syawahid penguat. Karena itu beliau sendiri mensahihkan hadis ini dengan sahih li ghairihi. Intinya hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. Pelajaran dari hadis ini adalah
kesukaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada bagian zira', ya, seperti yang pernah kita terangkan. Dan hal ini diketahui oleh para sahabat, ya, makanya kalau dalam hadis ini para sahabat mengatakan beliau suka sehingga para sahabat menyodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zira', ya, dan ini di antara khidmah para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka ingin untuk menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka itu, maka mereka khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasa juga itu kalau kita ada acara-acara, ada biasa ustaz-ustaz disediakan khusus kepala kambing, ya, karena dia bilang dia suka itu ustaz, ya. Jadi ini tidak mengapa yang seperti ini, ya. Ini bagian khidmah atau bagian ikram kepada tamu. Karena ini para sahabat mengatakan tobakhtul lin nabi, aku masakkan, ya. Jadi memang ini dia masakkan untuk menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang mukjizat dari Nabi SAW, bukti kenabian beliau. Ya, kalau yang lalu kita sebutkan di antara bukti kenabian beliau adalah zira' itu bisa berbicara. Ya, beliau sedang makan zira' yang diracuni, dibubuhi racun oleh wanita Yahudi itu, dan ternyata zira' itu berbicara bahwasanya saya telah dibubuhi racun. Ya, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung meninggalkannya walaupun sudah sempat memakannya. Dan di antara bukti kenabian juga beliau adalah beliau tidak meninggal dunia dengan hal itu. Berbeda dengan sahabat Bishr, ya, bin Ma'rur, ya, radhiyallahu taala anhu, Bishr bin Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu yang wafat karena sempat makan dari daging yang sudah diracuni itu. Adapun di sini di antara tanda kenabian dan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam yang dimasak ini cuma satu kambing, dan tentu saja kalau satu kambing saja maka bagian kaki lengan depannya itu atau lengannya itu cuma 2. Tapi beliau bilang kasih saya. Dikasih pertama, lalu beliau bilang berikan lagi. Lalu setelah 2 beliau masih minta berikan lagi. Sahabat mengatakan, ya berapa sebenarnya zira'nya? Artinya ya antum tahu, kan antum tahu, ya, gitu kurang lebih. Bahwa cuma 2, ya sudah habis. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya kamu diam saja, ya berikan saja setiap saya minta, maka tentu kamu akan mendapatkan zira' pada setiap permintaan saya. Ya, ini mukjizat. Dan ini juga mirip dengan hadis ketika beliau diundang oleh Jabir radhiyallahu taala anhu dalam perjamuan, lalu ketika beliau di perang Khandaq, ya, dan beliau diundang oleh Jabir untuk makan dengan memanggil beberapa orang saja, lalu beliau panggil semuanya, ya. Maka ini membuat agak, ya, khawatir, ya, Jabir, kenapa kita panggil saja beberapa orang tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang semuanya. Nabi kita memesankan jangan buka dulu periuknya sampai saya datang, ya. Lalu itu dilakukan, dan setelah beliau datang beliau ludahi dan beliau doakan, dan ternyata makannya tidak pernah habis-habis, ya, dan bisa mengenyangkan semua orang yang hadir pada waktu itu, ya, ratusan, ya, bahkan mungkin lebih. Ini di antara tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa makanan itu bisa menjadi banyak dengan keberkahan doa dan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih bisa? Masih bisa, Ustaz. Ya. Mungkin ya sedikit lagi, berapa hadis lagi. Bismillah. الحديث 170 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليه بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت
ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبة وكان يعجل إليها لأنها عجلها نضجا. Hadis yang ke-170 ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Imam Tirmidzi menyebutnya sebagai hadis hasan, ya, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam sunan beliau. Namun sebenarnya ada kelemahan dari hadis ini, karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Fulaih bin Sulaiman. Ya, di situ ada Fulaih bin Sulaiman, dan orang ini dilemahkan, ya, oleh beberapa ulama kita, di antaranya Abu Hatim dan lain-lainnya, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Namun seandainya hadis ini sahih, ya, ada beberapa hal yang perlu difahami tentang hadis ini. Di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Maka nati zira ahabbal lahm ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kata beliau bahwa zira sebenarnya bukan yang paling disukai, daging yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu kana la yajidul lahm illa ghibba. Akan tetapi beliau ini memang tidak pernah dapat daging kecuali jarang-jarang sekali, ya. Wa kana ya'jalu ilaiha, dan ini yang paling sering ada pada beliau, ya, beliau paling sering mendapatkannya, li'anna ajaluha nudja. Alasannya beliau suka zira karena ini yang paling cepat masaknya, ya, ini yang paling cepat masaknya. Hadis ini seperti kita sebutkan ada kelemahannya, ya, ada kelemahannya. Dan juga sebagian ulama kita mengatakan bahwa maknanya juga bisa dianggap bertentangan dengan sebagian hadis-hadis yang pernah kita bahas. Di antaranya dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menafikan bahwa sebenarnya bukan bagian zira yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa selalu beliau tanya itu? Karena memang beliau ini jarang dapat daging, ya. Jarang makan daging, ya. Jarang makan daging. Jadi kalau sekedar zira pun sudah lumayan, ya. Jadi sekedar zira dapat, alhamdulillah sudah lumayan. Dan ini bentuk kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kita bahas tentang hadis cuka, ya. Beliau tidak dapat apa-apa kecuali cuka, lalu beliau bilang cuka adalah lauk yang terbaik, ya. Maka kurang lebih seperti itu maksud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau kelihatannya suka sebenarnya karena memang beliau jarang makan daging, sehingga apapun yang dia dapatkan dari daging, bagian apapun beliau syukuri, walaupun sekedar zira saja. Dan itu pun beliau suka, alasannya bukan karena paling lezat bagi beliau, tapi karena itu yang paling cepat masak, ya. Maka itu yang beliau langsung nikmati dari makanan. Hadis ini, ya, seakan-akan Aisyah radhiyallahu anha mau menyebutkan bahwa kesukaan beliau ini bukan karena persoalan selera beliau, ya. Beliau sebenarnya hanya ingin segera makan, ya, bukan karena memang beliau suka dari segi tabiat beliau cenderung untuk menyenangi bagian tersebut. Namun kata ulama kita, sebenarnya seandainya pun beliau memang suka itu zira, maka tidak tercelah, ya, tidak mengapa. Sebagai seorang manusia biasa, beliau suka salah satu bagian dari daging, dan ini tidak menafikan kemuliaan beliau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan mengurangi kehambaan seseorang kepada Allah ketika si fulan dikatakan ini suka daging umpamanya, ya. Jadi jangan bilang kenapa ini Ustaz suka daging, ya. Artinya wajar, ya, sebagaimana Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan suka cenderung kepada wanita. Beliau juga sebagai seorang hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah, sangat cinta kepada Allah, tidak dinafikan kecintaan beliau juga kepada wanita, dan itu suatu hal yang merupakan lumrah sebagai bentuk keberadaan beliau sebagai manusia biasa, ya. Jadi seandainya pun memang beliau suka bagian zira karena memang beliau suka, paling, ya, beliau sukai bagian itu, ini sebenarnya tidak menafikan, ya, kemuliaan beliau sebagai seorang nabi yang dekat kepada Allah dan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, ini, ya, yang dijelaskan oleh Aisyah jika hadisnya sahih, ya, walaupun sebenarnya hadis ini memiliki kelemahan dari beberapa sisi, dari segi sanadnya,
dan maknanya pun bisa dianggap bertentangan dengan sebagian dari apa yang telah dibahas sebelumnya. Wallahu a'lam. Sesuatu lagi? Nah. الحديث 71 بعد 100 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا معسر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. Ya, hadis yang ke-171, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Ini anak dari Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga seorang sahabat min sigaris sahabah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyabal lahmi, sesungguhnya daging yang paling baik, lahmuz zahar, daging bagian zahar, bagian belakang, ya. Bagian zahar itu bagian punggungnya, ya. Hadis ini juga sebenarnya ada kelemahannya, karena setelah Mis'ar itu, Mis'ar mengatakan sami'tu syaikhan min fahmin, saya mendengarkan dari seorang syekh, tidak disebutkan, mubham, ya, tidak disebutkan siapa syekhnya, berarti ada identitas perawi yang tidak jelas, dan ini dari segi ilmu sanad ini salah satu sebab kelemahannya. Jadi hadis ini sebenarnya ada kelemahannya, dan dalam riwayat Ibnu Majah, ya, dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan hadis ini sama sanadnya, tapi dia mengatakan bahwa boleh jadi syekh yang dimaksudkan ini adalah Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi dalam riwayat Ibnu Majah diterangkan bahwa dia adalah Muhammad bin Abdullah, namanya disebut, tidak mubham, tapi Muhammad bin Abdullah ini juga seorang rawi yang makbul, ya, makbul dalam peristilahan, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah dia diterima periwayatannya jika ada syawahid penguatnya. Dan maknanya sekira tidak terlalu bertentangan, ya, bahwa daging yang baik, ya, menurut Nabi SAW adalah bagian belakang. Apa maksudnya atyab, yang terbaik? Ada yang mengatakan maknanya adalah alaz, yang paling lezat. Ada juga mengatakan adalah yang paling bersih, karena dia jauh dari tempat keluarnya kotoran, ya. Ini yang disebutkan, dan sebagian mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan zahar ini juga bisa berhubungan dengan bagian lengannya, sehingga tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Sekira ini, ya, karena kami juga tidak mau menunda, ya. Mungkin banyak juga punya agenda, ya, kita mudah-mudahan, ya, pertemuan berikutnya kita sudah bisa selesaikan ini hadis-hadis dalam bab tentang lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, perlu untuk kami sampaikan bahwa masa waktu, ya, waktu di mana antum, ya, seluruh jamaah menunggu di masjid ini, maka insyaallah dia adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak keberadaan kita di masjid menunggu solat itu kita dikatakan tetap dalam keadaan solat. Ya, dalam hadis Abu Hurairah yang terkenal bahwa seseorang selama berada di masjid, selesai solat jamaah di satu masjid, lalu menunggu solat berikutnya, maka dia terhitung solat walaupun mungkin dia sekedar duduk saja di masjid tersebut. Ya, paling tidak ini pahala yang telah antum dapatkan, dan juga tentu saja pahala antum menanti untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka antum akan mendapatkan pahala yang sempurna, ya. Ini busyrah bagi antum semuanya, dan kami mohon maaf atas hal ini, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.